طب يا جدعان، اللي يعرف احنا رايحين فين ينزل بسرعة يكتب تحت في الكومنتات. احنا رايحين دلوقتي مكان جامد قوي يا جدعان، شامل كل الحيوانات، وفي ناس من بصوا عتاولة المهنة زمان خالص في تربية الزواحف والأسود وكل حاجة. توقعوا احنا رايحين فين؟ يلا بينا. وايوه يا جدعان، زي ما في ناس كتير توقعت ان احنا في حديقة دريم زو اللي شاملة كل الحيوانات، شرسة وأليفة وكل حاجة حرفيا. وهوريكم رحلة اوعدكم ان محدش فيه يعني محدش وريها لكم قبل كده، وده بسبب حاجتين. اول حاجة ان ده مجالي اصلا، ودي اكتر حاجات انا بفهم فيها. وتاني حاجة اهتمام الناس هناك بالحيوانات حرفيا، وكمية الحب والناس المحترمة اللي هناك بجد مش هتقابل اكتر منهم. الناس بتتعامل معاك ان انت جاي فعلا تتفسح، مش جايين ياخدوا منك فلوس وخلاص زي ما في ناس كتيرة بتعمل. واول حاجة شفناها هي كانت النعامة الافريقية، واكيد شفتوها كتير جدا عند يوتيوبر. فبجد حاجات جميلة جدا، وكل بوكس بيبقى محطوط عليه الاسم بتاعه وصفات الحيوان وبيعيش قد ايه وكده. طبعا هما كانوش عامة النعام بيتحط في أسر، اللي هو بيبقى ذكر وتلات نوتي، بس دول كانوا أكتر من واحد يعني. وهنا السلاحف السلكاتة. السلاحف السلكاتة طبعا بتعيش أعمار كبيرة جدا. طبعا الأعمار بيد الله، بس معظم الحاجات بتعيش حاجات يعني أعمار كتيرة، ودي كانت أحجام كبيرة. واللي انتوا شايفينها ماشية دي كانت جميلة جدا، وحجمها كبير قوي قوي ما شاء الله. دي كانت واحدة تقريبا جاية معانا في أكل، بس احنا للأسف ما كناش لسه جبنا الثبات بتاع الأكل، وفي واحد رخم هو اللي عمل كده. وتاني حاجة ده أنا نسيت اسمه، ما علينا، ده عقاب الستيب. لو فاكرين ريفا اللي كانت معانا اللي طارت مننا في الفيديوهات اللي فاتت. يلا خير، عموما ده كان عقاب متدهل وأليف جدا. ما بيجيش دعوه يعني، هو آخر إن هو يبقى متدهل بس عشان الناس إيه تعرف تتصور معاه. ونخش بقى على الحاجات اللي احنا بنحبها، وده كان ضب ملون. ده طبعا بيتغذى على الخضار وعلى الفواكه، ومش سام خالص. ودي الاجوانا عامه بتتغذى برضو على الخضار، ولكن الضربه بتاعتها مش ان هي بتعض، ولكن ان هي بتضرب بديلها. ودي كانت واحده هناك بتتشمس. هنا بقى جينا للقمر، القمر تعبان البورميس بايسون، بسم الله ما شاء الله، كنت بتصور بيه. وهنا كان ورا الصحراوي، لو فاكرين ان انا كنت صورت لكم باكتر من واحد، وده في حاجات بتبقى عامله بيها تشيتو طبعا، فده مش تقصير منهم. ده كان تعبان غالبا بورميس بايسون شبه اللي بره، بس اللي بره كان طفرتها البينو، ولكن ده الطفره عاديه نورمال. هنا ده تعبان ابو السيور والهرسين. الهرسين نفس ابو السيور، ولكن اللي بيعيش في الصحراء بيبقى لون مختلف شويه. وكان في برضو تعبان ازرود معاهم، ازرود باتي. وهنا كانت سلاحف سلوكاتة صغيره. تمام. وبرضو نرجع تاني، دي اللفه اللي معظم التعابين بتفضل قاعده فيها، حتى في الجحر تلاقيه قاعد بنفس الطريقه كده، لافف نفسه وقاعد. ودي نفس اللفه بتاعته برضو في البيضه بتاعته. هنا كان دي ثعالب فنك، ما شاء الله حاجات قمر. الثعلب الفنك على الحقيقه قمر قوي قوي. هنا ده كان ايه، دي سلاحف الريد اير او ذات الاذن الحمراء، برمائيه وشرسه وبتتغذى على اللحوم. وده كان التمساح النيلي، ولكن ده مش فأس عشان في ناس كتير بتلخبط، ده حجمه كبير شويه، يعني ممكن يكون عنده سنتين مثلا ولا حاجه. هنا ده كان ديك هندي. طبعا في ناس يعني بتستخدمه في مصارعات، وده كان غلط جدا. ودي يا جدعان ماعز جبلي، بيبقى قرونها كبيره كده شبه حد نعرفه، بس ما علينا. زي ما انتم شايفين. وده تعبان بورمس بايسون برضو، ما شاء الله مهتمين بالحاجة جدا جدا. طبعا انا مش خبرة في انواع الاصالات. هنا بقى كانت الحاجة اللي انا غالبا كان نفسي اشوفها، ولكن كنت بخاف جدا اتعامل معاها، ولسه لحد دلوقتي، لان العضة بتاعتها خلاص. ده كان تعبان الكبرى المصرية، الاسم العلمي بتاعها نجا هاجا. وهنا برضو دي لاما زي ما انتم شايفين. وهوريكم برضو فصيلة تانية منها اللي هي هنا يا جدعان. ده كان الكونغر القزم، يعني ده مش الكبير، ده مش حجم كبير، وده كان البينو زي ما انتم شايفين. بيتنطط شكله جامد، والمفروض ان ده كان هينزل فيديو شورت، بس قلت اوريهولكوا. ده كان القط البري، لو فاكرين كان عند عمر احمد وصورنا معاه. عمر احمد اليوتيوبر، اكيد كلكم عارفينه. وده كان النمس المصري. النمس المصري مستوطن عندنا هنا في مصر، وعايش في مصر عامة. موجود في الاراضي، ولكن ظهوره قليل شوية. واكيد مش لازم اتكلم كتير، ده الاسد والنتايه بتاعته اللي هي اللبؤه. زي ما انتم شايفين. في ناس اللي يعني اللي يفرق عن الحدائق التانية دول ما شاء الله مهتمين بيها جدا. ودي كانت اول مره يا جدعان اشوف نمر في حياتي حرفيا، ولكن شكله مش اللي هو واو يعني. ده كان الديب المصري، وكان عندنا منه جبنا اتنين لو فاكرين، ودربناهم كمان. صورت لكم معاه، كانت اول حاجه تقريبا اجيبها معايا. وده كان نوع من انواع القرود، ولكن للاسف انا مش عارف اسمه عشان ما اقولش اي اسم وخلاص. بس دي كان اول مره اشوفه برضو. وهنا كان في الضبع المخطط، وده بيبقى حجمه حرفيا زي مثلا الكلب اللي هو الجريدان، اللي هو بيبقى طويل شويه ولكن مش كبير قوي، يعني مش زي الضبع العادي. هنا كان ده تمساح نيلي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، الحركه اللي بيبقى عاملها دي بيبقى مستني اي فريسه عشان يهجم عليها على طول. ده كان الثعلب المصري.
ده مش ثعلب الفنك، ده ثعلب مصري، ولا ده ثعلب فنك؟ كان ثعلب فنك يا جدعان. دخلنا بقى هنا اوضه الطيور، دي محميه، تعتبر زي محميه صغيره مقفول عليها بسلك ومتسيب فيها، ده بغبغان مكاو. وكان في كاسكو اللي هو الزنجباري. وكمان كان في البغبغانات سان كونيور. ويمام متسيب. هو الراجل حبك يعدي ينده دلوقتي، ما علينا. ولكن برضو الراجل كان بيرشيب عنباية عشان يعرف يطلع يتصور معانا زي ما انتم شايفين. هنا عمو كان بيشرح لي طريقة التعامل معاه، ولكن للأسف هو ما يعرفش ان انا والله العظيم بعرف اتعامل معاه. هو عايزني افضل مثبت ايدي بحيث ان المكاو ده تقريبا ريشه يعني مش مقصوص عشان ما يطيرش. تمام. فهو مفكرني ان انا هحرك ايدي جامد، فبالتالي هيطير يعني. ولكن هو انا والله كنت بحرك ايدي بالراحة جدا، بس هو طبعا حقه لان في ناس كتير بتبقى جاية مش فاهمة الموضوع، فبتتعامل معاه بايه، بغشوميه شويه. زي ما انتم شايفين ده كان بغبغان السان كونيور. كل الحاجات دي متسيبه وبتنزل ساعات وهي بمزاجها. ده كان يمام. تمام. وكان في برضه عصافير استرالي متسيبه. حرفيا مكان جميل جدا يا جدعان. وكان في بغبغانات تانية ضرة هندي وزنجباري زي ما هتشوفوا. احب اقولك ان انت لو عايز حرفيا فسحه تاخد اولادك وتروح في اي يوم، بس مش شرط تروح يوم جمعه. يوم الجمعه بيبقى زحمه شويه. في الايام العاديه تخش تلاقي الحاج صلاح، ودي احسن حاجه تقريبا هتقابلها هناك. الحاج صلاح من اكتر الناس المحترمه جدا 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 في التعامل وفي كل حاجه. زي ما انتم شايفين. حرفيا يا جدعان المكان كان تحفه ما شاء الله. يعني بجد احلى فسحه تروحها. مش لازم تروح دريم بارك عامه، انت لو دخلت دريم بارك بس ودخلت على دريم زو دي لوحدها كفايه. وبس كده يا جدعان، كده تكون رحلتنا خلصت. عامة انا مش نايت طبعا اجزاء الصيد اللي اتفقنا عليها، ولكن انا رحت رحلة وحبيت ان انا اخدكم معايا فيها. لان انتوا لان انتوا يا جدعان خلاص بقيتوا اخواتي. انا بقالي سنة على اليوتيوب وحاسس ان انا بقى ليا اخوات في كل مكان، وفي ناس كتير بقت بتحبني، وناس كتير بتوقفني في الشارع تقول لي انا متابعك. فدي يا جدعان بتفرحني جدا جدا. عموما احنا صورنا الجزء الخامس خلاص، وتوقعوا برضو على الحاجات اللي انا قلت لكم توقعوا هي ايه تحت في الكومنتات. احنا اصطادنا ولا لا في الجزء الخامس. فبس كده انتظروا الجزء الخامس، وهحط لكم منه لقطة دلوقتي. ودي لقطة يا جدعان وفتحي بيحط المصيدة، فحاولوا تتوقعوا بقى احنا مسكنا حاجة ولا لا. ملحوظة كان في شرياس واقف على العمود ده. زي ما انتم شايفين انا بصوره اهو. تمام. حاولوا برضو تعرفوا هو فين، عشان او خلاص هو بان اصلا. زي ما انتم شايفين انا جبت لكم لقطه اهو تقريبا كده، انا بسهلها عليكم. فاللي يعرف يا جدعان هو اصطادنا ولا لا في الجزء الخامس. والدنيا شتت علينا والله العظيم يا جدعان، وتليفوناتنا كانت اتغرقت ميه، وشلت الجاكيت حطيته فوق راسنا عشان نعرف نصور لكم. زي ما انتم شايفين الهوا كان جامد قوي قوي. فبس كده ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بس كده، سلام.